السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم يا أحلى أسرة؟ كيف حالكم يا رائعين؟ إن شاء الله تكونوا في خير وفي سعادة وفي تقدم وفي ازدهار، والأهم من هذا كله في حب ورضا رب العالمين علينا، لأنه هذا سر وجودنا على الدنيا قبل الآخرة. يا جماعة، قبل ما تتعاطفوا مع قضية فلسطين وغيرها 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 وغيرها، أنا بنتكلم دالحين مع الناس اليمنيين. المصايب والنثرات اللي بتحصل في بلادنا، وهم بيفعلوا المشاكل على سب ينزووا يشوفوا مشاكل الناس ويفلتوا المصايب اللي بتحصل في بلادنا. طبعا دالحين في ظاهرة جديدة حصلت في اليمن، ما حدش واخد باله منها، بس الكل متضايق منها. ما هي الظاهرة هذه يا جماعة؟ الذي هي إعطاء السيارات للأطفال يسوقوا السيارات في الشوارع، يدعسوا لهم عباد الله في الشوارع، من نبع نبع، من قفز قفز، من طار طار، وفي الأخير يجي يقول لك ابني مش هو غلطان، أنت الغلطان. طبيعي أنت الغلطان لأنك خاطي في الشارع. المفروض تختار من فوق البيوت الساعة طرزان، تمسك الحبل وتتنبع من شجرة لا شجرة، لا تخطش في الزفلت، لأنك لو خطيت في الزفلت على الحق عليك. أكثر المصايب وأكثر المشاكل وأكثر النثرات بتحصل في اليمن، والباقين مغمضين على عيونهم. الحين بدل ما تركزوا على مشاكل الغير ومصايب الغير، أول شيء ركزوا على مشاكلكم أنتو الذي بتحصل داخل بيوتكم وداخل أراضيكم وداخل وطنكم. بعدين ارجعوا ركزوا على الذي بيحصل في فلسطين وغيرها 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 وغيرها. أي حاجة بتحصل في أي مكان في العالم استحقاقهم من الله. ما عجوش انتو بصرخاتكم ومشاكلكم وصياحكم والهنجمة والطقطقة والبعاسس والتقد، عجوا تغيروا وضع أحد. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ذا الحين المصايب اللي بتحصل داخل بلادنا ما هو سببها؟ ما هو سبب المشاكل اللي بتحصل في بلادنا؟ الأطفال الصغار الذي أبوه يسلم له مفتاح سيارة أداة موت، يخرج يدعس له عباد الله في الشارع، لا رقابة ولا رقيب ولا بعيدة ولا ما يسبرش ولا عيب ولا تربية ولا أخلاق ولا وازع ديني ولا شيء. أنتم ما عاد رجعوا تحلو إلا لما تقع حرب أهلية داخل اليمن من تحت راس الأحقاد، من تحت راس الظلم، وبعدين ترجع اليمن أخس من فلسطين. وبعدين يا فصيح لمن تصيح، وقتها لا حد عينفعكم ولا حد عيغير عليكم ولا حد عيقول لكم فين انتو ولا حد عيقول لكم سلام. وانتو قد جربتوا أول ما وقعت الحرب في اليمن ما حد عبرنا ولا حد وقف معانا ولا حد عيوقف معانا. كالعادة شاهي المتشاء وصلاة الفجر وصوت العصافير، وعادتي لن أغيرها ومبدئي لن أغيره. خلق مملكة عظيمة لا إله إلا الله. دالحين الدول المتقدمة لو ما يشتوا ينهبوا الأراضي الداخلية أو يدوا فرصة لبعض الناس يفعلوا نثرات داخل بلادهم، ما بيفعلوا، يشتتوا أفكاركم ويشتتوا نظركم ويشتتوا حواسكم لمشاكل بتحصل هانا وهانا 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 وهانا، علشان ما تنتبهوش للمصايب اللي بتحصل في بلادنا. شوفوا بلادنا مسالمة، ويعجبكم في بلادنا الطقطقة، الهنجمة هنجموا والبوتيرة بل، يعني مفلتين المصايب داخل بلادهم، مفلتين الحلول داخل بلادهم، وحاملين يقاتلوا مع الناس. ما دخلنا، ما دخلنا. الله موجود. من هو ظالم؟ الله موجود. من هو مظلوم؟ الله موجود. كل واحد يفوض أمره إلى الله سبحانه وتعالى. عاد شيء أخس من اليمن لما قعدت في الحرب. أطفالنا كيف كانوا وإحنا كيف كنا؟ كيف كانت اليمن؟ ما حد عبرنا ولا حد قال لنا كيف أنتوا، ولا حد قال لنا السلام عليكم، ولا حد قال لنا كيف حالكم. لكن إحنا بنتضامن مع الناس بقلوبنا وندعي لهم. إحنا ما معنا إلا ندعي لهم. لكن إحنا ذا الحين بنتحاكى على المصايب اللي بتحصل في بلادنا. سواقة السيارات للأطفال ما بش لهم رادع، ما بش لهم ضابطي، ما بش لهم من يقول لهم بعيدة.
الآباء والأمهات لما بيدوا مفتاح سيارة للجاهل لطفل يدعس الناس في الشارع، من حيغير عليه؟ من حيغير عليه؟ شوفوا، بالتصرفات هذا وبالحركات هذا أنتوا بتولدوا الحقد بيناتكم البين، لأنه هذاك ما ضبطش ابنه والدولة ما بتحميش المواطن. لهذا يرجع المواطن بعد صمت وبعد صبر ينفجر ويحمي نفسه بنفسه، أو يحمي نفسه من تحت لا تحت. يا حبذا لو كل واحد يراجع نفسه ويصلح أخطاءه ويبصروا المشاكل اللي بتحصل أول حاجة في بلادهم، يصلحوا المشاكل أول حاجة في بلادهم، وبعدين يرجعوا يحملوا ويصيحوا ويتبدعوا ويتشمتوا مع الغير. أول حاجة يغيروا المشاكل ويصلحوا المشاكل داخل بيوتهم. أول حاجة يصلحوا السلبيات داخل بلادهم وداخل بيوتهم. لازم كل إنسان يصلح الأخطاء اللي بتحصل داخل بيوتهم، ويراقبوا الأطفال هؤلاء الذي بيشلوا مفاتيح السيارة ويخرجوا ويدعسوا لهم عباد الله في الشوارع، ما هم آسفين بحد، عادوا بيتعلم السواقة والدالة إيش، والميدان الحي هو الساحة. قلتكم الله أسألكم بالله، أنقدوا قعد هذا. يعني بدل ما تركزوا في المشاكل الخارجية ركزوا في المشاكل اللي بتحصل داخل. المشاكل اللي بتحصل داخل بلادنا ما يصبرش، ما يصلحش. كل واحد يصلح نفسه، كل واحد يبصر ابنه، كل واحد يقع رقيب على عياله. كيف بدتوا مفتاح سيارة قلتكم الله الجاهل يخرج يدعس لها الناس في الشارع؟ ما هو آسف بحد، ولا هو داري ما بيفعل، ولا هو متعلم سواقة، ولا عنده خبرة، ولا عنده اكسبيرينس، ولا عنده شيء، وبيخرج دعس الناس في الشارع. لا رقيب، لا دولة. لكن الشعب هو عايز يسكت ويرجع ينفجر. والله لا تقع حرب أهلية وأذكركم، لأنه ما بش من ينصف، ما بش من يقول بعيدة، ما بش من يتحاكى، ما بش من يقول بعيدة. أرواح الناس يا جماعة مشي هباء منثورة، أرواح الناس مشي لعبة. شلوا المفاتيح من أطفالكم وعلموهم في أماكن لتعليم السواقة، مش تطرحوا عيالكم في الشوارع يدعسونهم عباد الله ومن قرح يقرح. والله في الأخير ما عاد يقرحوا إلا انتو، وفي الأخير ما عاد تبكوا إلا انتو، وفي الأخير ما عاد تندموا إلا انتو. لا تستقلوا بدعوة مظلوم، لا تستقلوا بدعوة أم، لا تستقلوا بدعوة شعب، لا تستقلوا بشيء. في الأخير والله ما تدفعوا الثمن إلا انتو. المهم هذه كانت رسالتي، وهذا النثرات اللي بتحصل في بلادنا حاليا، والشعب قد طافح والشعب قد ضابح. لا عاد زيدوا ضبحي يا جماعة الخير، يكفيه الذي فيه. وتذكروا الآخرة خير وأبقى، وما الحياة الدنيا إلا لعب وله ومتاع الغرور. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.